تخيل ان حذاء توني كروس عنده بطولات بتاريخ انديه. من اجمل قصص الحب او الارتباط بالاشياء في عالم المستديره هي قصه توني كروس وحذائه التاريخي اللي ارتداه ابو الكباتن لمده 10 سنين، بينضفه بنفسه، بيخلي باله منه، محافظ عليه جدا. طب هو ايه سر الحذاء ده؟ انا هقول لك. بعد اعلان اعتزال توني كروس بعد يورو 2024 ظهر فيديو للاعب واكتسح السوشيال ميديا، وهو توني كروس وهو بيغسل حذائه الابيض اللي ما غيروهوش من عام 2014. وفي العام ده توقفت شركه اديداس عن انتاجه، يعني مش هيعملوا منه تاني. والحذاء ده اسمه اديداس 11 برو. ولما اتسال كروس على ايه سر الحذاء ده، قال النجم الالماني: هذا الحذاء منحني الكثير من الحظ، لقد فزت بالكثير من البطولات معه. كروس بالحذاء ده توج بالقاب تاريخيه، وياتي على راسها كاس العالم 2014 مع المنتخب الالماني، وكمان توج مع ريال مدريد بعده القاب تاريخيه، واللي جعلته حرفيا من اساطير اللعبه. كان منها بس 4 دوري ابطال اوروبا، ده غير بطولات الدوري والكؤوس وكاس العالم من الانديه وغيره بقى. فلو قلت لك يا ابو الكباتن قيم لي مسيره توني كروس من 10 هتديله كام؟